السلام عليكم. مهم جدا ان احنا نعرف ان مصلحة الضرائب دلوقتي نزلت رابط. الرابط ده موجود فيه القائمة السوداء للشركاء. ايه القائمة السوداء للشركات ديت؟ القائمة السوداء ديت فيها ان انت تقدر ان انت تكتب رقم التسجيل الضريبي لأي مورد انت بتتعامل معاه. هيبين لك على الموضوع على المنظومة الضريبية اذا كان المورد ده داخل جوه القائمة السوداء دي ولا لا. والقائمة السوداء دي عبارة عن الشركات اللي مطالبة بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ولحد دلوقتي لسه ما سجلش الفاتورة الإلكترونية. ومجرد ان هي مطلوب منها ان هي تسجل فاتوره الكترونيه وما سجلتش، انت كده مش هتعرف تخصم التكاليف بتاعتك. فخد بالك من الجزئيه دي، لان انت دلوقتي بالنسبه للشركات المطالبه بالتسجيل بالفاتوره الالكترونيه وهي اصلا ما سجلتش فاتوره الكترونيه وبتقدم لك فاتوره ورق، لما تيجي تقدمها لمأمور ساعه عمليه الفحص او لما تيجي تخصمها في القيمه المضافه مش هترضى الضرايب تخصمها لك. فعشان كده تم وضع الرابط ده عشان قبل ما تيجي تتعامل مع المأمور تكتب الرقم التسجيل الضريبي بتاعه اللي هو التسع أرقام اللي موجود في البطاقة الضريبية بتاعته، وتستفسر عن حالة الشركة. لو حالة الشركة داخلة جوه القائمة السوداء يبقى الشركة دي ما ينفعش تتعامل معاها فواتير ضريبية نهائي، لازم تطلب منهم ان هو يسجل بفاتورة إلكترونية. ولو الشركة دي مش داخلة جوه القائمة السوداء تقدر تتعامل معاها. بس عموما من أول 1/4/2023 أي شركة هتيجي تتعامل معاها من ناحية التكاليف أو المشتريات لازم تكون مسجلة فاتورة إلكترونية، سواء كان توقيع إلكتروني بالنسبة للمنشآت الفردية أو حتى ختم إلكتروني بالنسبة للشركات. فمهم جدا يا جماعة، أنا هسيب لكم الرابط ده أسفل الفيديو، ضروري إن انتوا تشوفوا الرابط ده وتتعاملوا معاه. والكلام ده لكل أصحاب الشركات اللي بتطلب فاتورة واللي بتخصم كمان، خصوصا كمان اللي بتخصم بالنسبة للقيمة المضافة.